علشان نكون متفقين، فوز حميدتي وميليشيا الدعم السريع في السودان بالنسبة لمصر خط أحمر، بمعنى ان ما ينفعش حميدتي هو اللي يبقى مسيطر على السودان وان هو اللي يحكم السودان. لا 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 لا، الموضوع ده بالنسبة لمصر منتهي. وده مش عشان مثلا كرها فيه او انه لا، علشان الموضوع ده ليه ابعاد تانية خاصة باثيوبيا وموضوعنا مع اثيوبيا، فنخلي ده على جنب دلوقتي. هو ليه الدعم السريع مستمر لحد دلوقتي وعمال بيتجيله الاسلحة وعمال مستمر في الضرب؟ طيب الدعم السريع 90% من الأسلحة والمعدات اللي بتخش له عن طريق ليبيا، إنها بتنزل في مطار الجفرة، تنزل بري، تخش من ليبيا للدعم السريع. طيب احنا دلوقتي كنا عارفين ان ليبيا نفسها كان مصر حاطط فيها خط احمر عشان تحميها، وبالفعل حمى ليبيا وحمى خليفة حفتر وجيش ليبيا الاساسي من ساعة لما قال الخط الاحمر. طب انت دلوقتي يا خليفة حفتر جاي انت بتدعم حميدتي والدعم السريع ضد رغبة مصر او على حساب مصر، انت كده بتربي عداوة مع مصر. بدأ من هنا يبقى في شبه كده في شبه عدم رضا من الرئيس المصري على حفتر علشان موضوع فتح الحدود الليبية لدخول الأسلحة لحميدتي، اللي هو بالنسبة لمصر خط أحمر برضه حميدتي. فالموضوع دلوقتي ما بين الرئيس المصري وخليفة حفتر في شوية مشاكل، وأعتقد ولازم خليفة حفتر هيهدى ويهدي الأمور ويمنع الموضوع ده، لأن ده بالنسبة لمصر خط أحمر.